بنتبادل المعلومات مع بعض ريتن، ان احنا بنكتب حاجه، بتكتب ايميل، بتكتب ميمو، بتكتب ليتر. اوكي، سبوكن بنتكلم مع بعض. اوكي، الستايل دي كلها ستايلز، فورمال اور انفورمال، بصوره رسميه وبصوره غير رسميه. بصوره رسميه حضرتك كتبت حاجه وبعتها رسميه، بصوره غير رسميه ممكن تبعت الانترنال ميمو يا جماعه. ورساله واتساب دي تعتبر انفورمال. اوكي، رساله الرساله من اي حاجه، الحاجات اللي هي الكوميونيكيشن الداخليه دي ممكن تعتبر انفورمال يعني. اوكي، الجستشر بقى دي اللي هي البادي لانجوج بقى، وطريقتك في الكلام وطريقتك في الميتنجز، وبتزعق ما بتزعقش، باين عليك غضبان مش غضبان. دي البادي لانجوج او لغه الجسد بتاعت حضرتك. طبعا ثرو ميديا ان انت بتبعت صور، بتبعت فيديوهات، دي كلها طرق من الطرق اللي احنا بنتواصل مع بعض. طيب، امتى بنختار اي طريقه من الطرق دي؟ طبعا ليها اسباب، يعني تشوز اوف ميديا، يعني التشويس اوف ميديا احنا بنختارها ازاي؟ ده بيعتمد على الموقف بتاع حضرتك. لو انا بكتب، يعني امتى بكتب حاجه رسمي؟ اما تكتب حاجه فورمال، اوكي، او حاجه كومبلكس انفورميشن، حاجه ما اقدرش اقولها للناس ببقي، يعني لازم تتكتب وتتكتب بطريقه منظمه. ببعت مثلا ديتيلد انستراكشن، ببعت بوليسي معينه، ببعت تكنيكال انفورميشن، لازم اكتبها. مش هقولها بالبق وتقول لا انا حكيت للناس وشرحت للناس الماشين دي او الاله دي بتشتغل ازاي، او بعت التكنيكال انفورميشن شرحتها له بالتليفون. ده كلام مش مظبوط، لازم الكلام يتكتب. تمام. نيد فور ريكورد يا باشمهندس، كنت لسه بتقول اهو، ده نيد فور ريكورد، ان انا بكتب حاجات عشان اعمل ريكورد، في اكشن اتخذت فانا بعمل ريكورد معينه. اوكي، عشان اقول للناس انا سجلت اهوت، عشان الناس كلها تعرف ان في واحد اتنين تلاته حصل. اوكي، فانا مضطر هنا في اللحظه دي ان انا اكتب. لما يكون حضرتك بتكتب لمجموعه كبيره من الناس عايز تبعت لهم معلومات، مش هترفع سماعه التليفون وتكلم مثلا 30 40 شخص. لو انت بتتكلم في مشروع كبير وفي ناس بتحط في السي سي، لا، فانت مضطر ان انت تكتب. اوكي، فهي ديبند اون سيتويشن. طيب، امتى اتكلم وامتى ابعت معلومات عن طريق الكلام؟ انا عايز اخد قرار سريع، ارفع سماعه التليفون اتكلم مع حد، الموضوع مش مستحمل ان انا ابعت ميل. اوكي، ممكن اخد قرار سريع وبعد ما نتفق وبعد ما ناخد قرارات ونبتدي ناخد اكشن ممكن ابعت ميل كريكورد. بس انا لازم اخد قرار سريع. لما انا عاوز اعمل ريليشن او اعمل علاقه بيني وبين الشخص التاني، الموردين المهمين يا جماعه، لما يكون عندك مورد مهم وانت حاطط له او كونتراكت بملايين، اوكي، لازم حضرتك مثلا ما تعتمدش ان انت بتتواصل معاه بايميلات، لازم تزوره. تمام، وتزوره بقى في المصنع بتاعه، في مكتبه الرئيسي، لا في بلد تانية بقى، احنا بنتكلم في المشاريع الكبيرة بملايين ولا بمليارات. اوكي، النوعية دي من الزيارات بتبقى مهمة، مش للفسحة، لانه عندك مورد مهم في جزء كبير هو هيعمله لك في المشروع، محتاج ان انت تعمل معاه ريليشن، ان ده مكمل معاك المشروع. نجاح المشروع معتمد على الكوميونيكيشن المظبوطة بينك وبينه. اوكي، طيب، لما يكون في معلومات سنسيتيف او كونفيدنشال مش المفروض ان هي تتكتب، في معلومات كونفيدنشال. زي ايه مثلا؟ سمعت مثلا ان الاستشاري هيعمل واحد اتنين تلاته اربعه هيتسبب في مشكله بطريقه ما، معلومات سريه يعني. تمام، فالحاجات دي ما بتتكتبش بالايميلات، مش كل حاجه تتكتب بالايميل يا جماعه. في حاجات لازم بالتليفون او فيس تو فيس. اوكي، في حد ممكن يقول لنا اكزامبل كده ان هو اضطر ان هو ما يكتبش حاجه معينه مثلا نستفيد كلنا منها؟ اصل في حاجات مش كل حاجه بتتكتب بالايميلات يا جماعه، في حاجات ما ينفعش ان هي تتكتب في ايميل. انا لسه حاصل معايا قريب موقف شبه كده. قول لنا طيب، بس كان عندي في اه، المشروع اتفضل آه، اتفضل. كان عندي في المشروع المفروض ان انا معايا المقاول الرئيسي ومعايا الاستشاري. م. فالمفروض ان انا والمقاول الرئيسي المفروض على يعني على نفس الجانب من النهر كده زي ما بيقولوا، احنا اه، الاتنين مع بعض في نفس المركب. فاتفاجئت ان المهندس بتاع المقاول الرئيسي بيبعت شوية حاجات وبيبعت حاجات للاستشاري من غير ما يقول لي. اه، اخطاء مثلا ممكن تكون حصلت، انا لسه ما خلصتش الشغل، انا كده كده هعملها وهكملها. انا م. طبيعي مش هسلم الشغل لما يكون خلصان. م. بس لقيته بقى هو بيقعد يصور وياخد حاجات فيها غلطات ويبعتها للاستشاري، ويروح هو يشرح للاستشاري يقول له شوف دول عمل كذا وكذا وكذا. اه، اوكي. فاهم؟ فدخلت بقى لمدير المشروع، فدخلت لمدير المشروع عشان اقول له. هو اه، كان عنده اجتماع وبتاع وما كانش فاضي شويه، فقال لي اكتب لي ابعت لي ايميل بالكلام ده.
هو ما يعرفش لسه، انا بقول له أنا عندي مشكله كذا كذا، فقال لي معلش انا عندي اجتماع، فبعت لي ميل. فانا مم. طبعا ما ينفعش ابعت له ميل، ما رضيتش ابعت له صح ميل. صح 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 يعني اجلت الموضوع ان انا ادخل له في مره تانية واتكلم بيني وبينه. صح صح. فهي مش كل حاجه يا جماعه بتتكتب صح. الاكزامبل بتاعك ده مظبوط. طيب، امتى تعمل انفورمال كوميونيكيشن؟ تمام. انا بعمل شغل انترنال، بطلب حاجات من زمايلي، ممكن حتى التون كمان يبقى اعمل كذا اعمل كذا، دي انفورمال. اوكي. وبعمل كويك ابديت، مثلا انا طالب مثلا كويك ابديت، قول لي مثلا ايه اللي حصل في الحاجه الفلانيه، يبعتها لك بطريقه انفورمال، مش لازم بقى تكتب دير كذا وتعمل بستراكشر معين. فالكاجوال تون بيبقى، التون بتبقى كاجوال شويه، مش الموضوع مش فورمال يعني. اوكي. امتى يكون فورمال ريبورت؟ لما تكون حضرتك بعت ريبورت لحد من بره، الاستشاري للعميل بتاعك، في كومبلكس انفورميشن، لازم حضرتك تستخدم بروفيشنال تون. فهي بتعتمد على السيتويشن بتاع حضرتك. بعض الاحيان فيس تو فيس ميتنج ده اللي بيبقى مطلوب، اوكي، علشان نبني علاقه بيننا وبين بعض، ناس تشوف بعض وتثق في بعض. اوكي. لما يكون في مشاكل ما ينفعش تتحل غير لما نقابل بعض. مش كل مفيش مشاكل، في بعض المشاكل ما ينفعش تتحل بالتليفون ولا بالايميلات، لازم نقابل فيس تو فيس. فدي ديبيندز اون سيتويشن. لما ندي فيدباك، مثلا انت مديرك طالب فيدباك، ممكن تدي له فيدباك اوكي يعني فيس تو فيس، حصل واحد اثنين ثلاثه اربعه، مش لازم كل حاجه بايميلات. اوكي. في بعض الاحيان بنضطر ان احنا طبعا ايميلات، فيديو كونفرنس، لما يكون بقى الناس كلها في ريموت ارياز. اوكي. ناس التايم عندنا تايم زون وتايم كونسترين، في عندنا مشكله، ممكن واحد يسجل حاجه ويبعتها لناس كتير. تمام. فدي كلها برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنضطر ان احنا نعمل فيديو كونفرنس، ممكن اصور فيديو وابعته لناس كتير، وهكذا. فدي كلها بتعتمد ديبندز اون سيتويشن، الموقف اللي انت حضرتك محطوط فيه. في نقطة مهمة جدا يا جماعة، التشويس اوف ووردز. تمام. ودي لازم نشتغل عليها شوية يا جماعة. اختيار الكلمات بيفرق جدا. اوكي. وفي كلمات انت حضرتك بتبقى متخيل ان هي الكلمات شبه بعض، بس الكلمات فعلا ما بتبقاش شبه بعض. اوكي. وبيبقى فيها اللي هو بيسميه كده subtle differences، يعني فروق دقيقة جدا، بس الفروق الدقيقة دي ممكن تعمل مشاكل. اوكي. فالكلمات واختيار الكلمات مهم. انا هدي اكزامبل بسيط خالص في اختيار الكلمات عشان بس نشغل مخنا في الموضوع دوت. عندنا ثلاث كلمات: important وكريتيكال وارجنت. تمام. دي عندنا الثلاث كلمات دول، في ناس بتستخدمهم زي بعض، بس هما مختلفين. اوكي. ازاي يعني؟ important يعني حاجه مهمه. اوكي. يعني حاجه مهمه للمشروع بتاعي. هل انا لما اقول ان هي دي حاجه مهمه، هل ده انا قلت ان هي حاجه مستعجله، ان هي لازم تخلص دلوقتي؟ لا، ما قلتش. انا اقول ان دي حاجه مهمه عايزه تتعمل، ممكن تتعمل بقى بعد شهر واحنا بنقفل المشروع، ممكن نعملها، بس هي حاجه مهمه. تمام. يجي في الاهميه كلمه كريتيكال. يعني ايه كريتيكال؟ حاجه الكريتيكال اعلى من الامبورتنت. الكريتيكال اكستريم امبورتنت، كروشال، حاجه حاسمه جدا. اوكي. يعني بيقول لك ايه، هاير ليفل اوف سوري هاير ليفل اوف سيجنيفيكانس، ان هي حاجه مهمه جدا، مصر ان هي كومبليكيت، يعني تو بي كومبليتد في الوقت دوت. عليها تاثيرات مهمه جدا، لو ما حصلتش ممكن تعمل لنا مشكله. دي اعلى من كلمه امبورتنت. اوكي. هل كلمه كريتيكال هل تعني برضو ايرجنسي، ان هي ايرجنت لازم تعمل دلوقتي؟ لا، مش بالضروره. هي حاجه كريتيكال وممكن تاخد وقتها. اوكي. يعني ممكن نعمل حاجه، هي حاجه كريتيكال لازم، ممكن تاخد شهر، ممكن تاخد شهرين، بس لازم تتعمل، عشان لو ما اتعملتش المشروع ممكن يفشل. ايرجنت هي دي بقى هنا عامل الوقت دخل. اوكي. في الموضوع ان موضوع ايرجنت لازم يخلص دلوقتي. تمام. ايرجنت as soon as possible. ويا سلام بقى لو حضرتك ما تقولش ايرجنت، قول ايرجنت ويخلص في الميعاد الفلاني. يعني اصل كلمه as soon as possible، ايرجنت، الحاجات ديت ما بتبقاش عارف المفترض الموضوع يخلص امتى، ايه الديدلاين بتاعها. اوكي. فحدد ميعاد. اوكي. فلما تقول حاجه ان هي كريتيكال وارجنت، حاجه لازم تخلص، والمهم ان هي تخلص وتخلص على طول، او تخلص في الوقت اللي انا محدده، واخده هاي بريورتي عن الحاجات التانيه. فاختيار الكلمات يا جماعه بيفرق جدا.